مدينة فاروق الطبية عناية طبية متميزة. مرحبا بكم في مدينة فاروق الطبية. أنا الدكتور أوس حازم أحمد، اختصاصي أمراض الأطفال وحديثي الولادة والخدج. سوف أتكلم هذا اليوم عن اليرقان الولادي، أي ما يعرف بإصفرار الجلد وبياض العينين. تصيب هذه الحالة الشائعة كثير من الأطفال حديثي الولادة، حوالي 60% من الأطفال الذين أكملوا 9 أشهر، وحوالي 80% من الأطفال الذين لم يكملوا 9 أشهر أو ما يعرفون بالأطفال الخدج. في معظم الأحيان تكون الحالة بسيطة ولا تحتاج إلى أي تداخل طبي، ولكن في بعض الحالات المرضية مثل عدم تطابق الفصائل الدموية بين الأم والأب يكون هناك ارتفاع شديد في البيليروبين، وفي هذه الحالة نحتاج إلى تداخل طبي. لذلك أنصح الأم والأب بمراقبة العلامات الخطرة عند الطفل، وهي خمول، زيادة في عدد ساعات النوم، قلة في الرضاعة أو رفض للرضاعة، بكاء بصوت عالي وبصورة مستمرة، ظهور اختلاجات. كل هذه الأعراض هي علامات خطرة تستدعي مراجعة الطبيب. تتوفر في مدينة فاروق الطبية مجموعة من الأجهزة الحديثة لمعالجة ارتفاع الصفار في الدم، وهي ما يعرف بالإنتنسيف فوتوثيرابي. عادة نحتاج إلى 24 ساعة من العلاج الضوئي المستمر المكثف للسيطرة على هذه الحالة المرضية، وفي كثير من الأحيان تغني هذه الطريقة في العلاج عن تبديل الدم، وهي عملية خطرة قد لا نحتاجها في وجود مثل هذا العلاج المكثف. شكرا جزيلا، نحن بانتظاركم في مدينة فاروق الطبية في حالة حدوث أي حالة مرضية تخص الأطفال. مدينة فاروق الطبية عناية طبية متميزة.